مبتدئه في الكوزينه ومبتدئه في الطياب، ومول الدار ولا مالين الدار كيبغيو الخبز ديال الدار وما كتعرفيش كيفاش، اجي نوريك كيفاش. بغيتي ديري بحال هاد الخبز كيف ما كتشوفي معايا اسفنجي وجاي زوين وكله مثقب وجاي صادق واعر، اجي معايا. ما تحتاجيش حتى الفران، ما تحتاجيش. هذا الخبز ديال المقله كيف ما كتشوفي معايا الشكل ديالو كيجي بحال هكذا. غادي نحتاجو فرينه كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي ندير لكم هذا الفيديو خطوه بخطوه بالنسبه للفتيات المبتدئات اللي يلا باغيين يتعلموا يديروا الخبز في الدار، ويصدق ليهم 100%. ما غاديش تحتاجوا بزاف ديال الامور. ولا بغيتوا تخلطوا الطحين يمكن لكم تخلطوا ديروا مثلا الزرع، ديروا مثلا شويه الفينو، ولكن انا هنا اختاريت نخدم غير طحين واحد عفوا، باش نوري البنات شنو خاصهم يديروا يعني مراحل سهله ما يدوخوش معايا، لان كاين بالنسبه للبنات المبتدئات ما كيعرفوش شنو الفرق ما بين الطحين والطحين. المهم هذا فرينه، يعني انت خدمي غير بطحين واحد وشوفي كي غيصدق معك. ضروري غادي نحتاجو الخميره المعجونه. اللي ما عندهاش الخميره المعجونه يمكن لها دير الخميره بودر، راه كلشي متوفر في المغرب. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كديري الكميه اللي غادي تقدك الطحين ديالك. ضروري ديري مع ديك الخميره شويه ديال سنيده، وديري معاها الماء دافي، يعني دافي مزيان ماشي دافي بارد، لا دافي مزيان باش الخميره كتفاعل وكتطلع في الحجم ديالها وباش يصدق لك الخبز. راه هذاك هو السر باش كيخلي الخبز يجي اسفنجي ومنفوخ وزوين. بالنسبه للفرينه ديالي كيف ما كتشوفوا في الاول راني درت معها شويه الملح وشويه السكر باش يجي شويه محمر. كنتو من الناس اللي ما كتبغيوش ديروا السكر في الخبز ديالكم بلاش، ماشي ضروري، يعني هذيك اختياريه بالنسبه للناس اللي كيبغيو شويه الحموريه تجي في الخبز يمكن لهم يضيفوا السكر، اللي ما بغاش صافي بلاش. المهم كيف ما كتشوفوا معايا خليت الخميره حتى خمرات على خاطرها وطلعات وتفاعلات، وضفتها للطحين ديالي. ومن بعد زدت طحين، زدت عفوا زدت الماء دافي ومعكت مزيان بيديا. ما كاين لا دليك لا عجين لا سخفي من لهنا لا دوري من لهنا، غير بحال كنلعب في العجينه وصافي، يعني ماشي شي حاجه اللي متعبه. هذاك الشيء ديال زمان ما بقاش البنات. المهم كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعتها مزيان بحال راني غادي ندير غير الكيكه، يعني ما خداش مني واحد 3 دقائق هكاك ولا 4 ديال الدقائق. كنت ساليتها صافي وجمعتها كيف ما كتشوفوا معايا. حطيتها في البول ديالها وخليتها تطلع على خطرها. غطيتها لمده نص ساعه تقريبا بحال هكاك او ساعه الا ربع. كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا الحجم اللي عطاتني، طلعت مزيان. وكان بامكانها تزيد تطلع اكثر، ولكن انا بالنسبه لهذا البول عندي صغير ما بغيتش نخليها تزيد تطلع باش ما تفيضليش. المهم غادي نجمعها وغادي نقرصها في نفس الطحين اللي عجنت به النيت فرينه. بالنسبه للبنات اللي عندهم اختيارات مثلا عندهم الفينو، عندهم داك الفينو سبيسيال ممكن يقرصوا به، هذاك غيكون افضل. انا ما عندي الصراحه هذاك كنقرص غير بفرينه نفس الطحين اللي كنعجن به هو اللي كنقرص به. ولكن صراحه الله والله الا كيجي واعر زعما بلا. انا ماشي من داك النوع اللي كنحلف، ولكن بنفس الطحين اللي عجنت به هو النيت اللي كنقرص به كيجي واعر. ما نقولكش ما بقيش نهائيا كنشري الخبز ديال الزنقه او الباغيط. صافي مالين الدار كيبغيو ولاو كيبغيو لي غير هذا، مبقاوش نهائيا كيشريو الخبز ديال الزنقه. كيف ما كتشوفوا كناخذ العبار تفزقي يديك بشي شويه ديال الماء باش ما تلصقلكش مع العجينه، وكتاخدي العبار ديال القياس الخبزه اللي انت بغيتي، واش خبيزه صغيره ولا خبيزه موين ولا كبيره على حساب المقله اللي غادي طيبي فيها. كيف ما كتشوفوا معايا انا كندير خبيزات متوسطين على حساب المقله عندي صغيره شويه، يعني ما هي كبيره ما هي صغيره موين. المهم كيف ما كتشوفوا انا دابا راه شاده التليفون باليد الاخرى وما مساعفانيش باش نخدم بجوج يدين. اما بالنسبه لكم نتوما البنات يمكن لكم تخدموا بجوج يدين، يعني هاد القريصه هذه راه غتلعبوا بها بجوج يدين ماشي غير بيد وحده. انا كيف ما قلت لكم هذا الفيديو بالنسبه للبنيتات المبتدئات اللي ما تعرفوش يديروا الخبز
وبغاو الخبز يجيهم زوين واسفنجي من اول استعمال. ان شاء الله تبعوا هاد الطريقه وتشكروني عليها، رحموا لي الوالدين. المهم كيف ما كتشوفوا انا غادي نقرص غير بالخبيزه. وقبل من هذا الشيء كامل خصكم ديروا بحال اللي درت انا. هانتوما شوفوا انا فرشت هنايا واحد الفريش باش الخبز باش الخبيزات ديالنا يعاودوا يزيدوا يخمروا، يزيدوا يسخنوا ويخمروا ويطلعوا، باش عاد حتى تعطينا ديك النفوخيه اللي كتجي في الخبز. المهم توجدوا توجدوا دوك الفريشات ديال الخبز. انا حطيته غير فوق البوطاجي. بالنسبه للبنات اللي عندهم طبيلات ديال الخشب يستعملوا الطبيلات ديال الخشب، كتعطي السخونيه للخبز. المهم كيف ما كتشوفوا معايا انا قرصت هنايا الخبز ديالي ودرت هذاك القياس كيف ما كتشوفوا، موين، ما هي كبيره ما هي صغيره، وصافي. وغطيت الخبز ديالي وخليته يخمر واحد نص ساعه اخرى. من بعد فاش كيتضاعف الحجم ديال دوك الخبيزات كندوز مباشره باش نطيبهم في المقله. هذا الخبز ديال المقله البنات، راه ماشي الخبز ديال الفران. الخبز ديال الفران راه بوحدو، هي نفس الطريقه ولكن كديريه في الفران. هذا الخبز ديال المقله كيجي واعر. انا صراحه من قبل كان كيعجبني الخبز ديال الفران، ولكن فاش جربت هذه الطريقه وليت مدمنه عليها، ما بقيتش باغا الخبز ديال الفران. صافي ما بقاتش عندي به الحاجه، لان لقيت راحتي في هذا، عجبني هذا، كناكلو صراحه زوين. ما يعني تتجربوه، ديروه جربوه وتعرفوني علاش كنهضر. المهم كيف ما كتشوفوا الخبيزات ديالي ضاعف الحجم ديالهم وتنفخوا ليا مزيان. وهنا راني درت المقيله تسخن وغادي نديرهم يطيبوا. هو علاش بحال الشكل ديال البطبوط، ولكن هو ماشي بطبوط لانه ما كيتنفخش ديك النفوخيه ديال البطبوط وكيبقى خاوي. لا، هذا كيبقى عامر من الداخل، يعني خبز بحال الخبز اللي كنديرو في الفران، ولكن هو ديال المقله. كيف ما كتشوفوا ها انا درتو في المقله كيتحمر. كتبقاو حاضين معاه، ماشي تخليوه وتمشيو، بقاو حاضين معاه وتحركوه مره دوروه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا تحمر من الجهه التحتانيه وقلبته على الجهه الثانيه. وما تنساوش البنات تقبوه باش ما يتنفخش لكم بزاف. المهم ها انتم كيفاش جا كيجي. شتي هذيك الحموريه اللي عاطيه بحال هكا، راه من ديك شويه ديال سنيده اللي درت. راه ديك شويه سنيده راه ما كاملاش حتى معلقه صغيره، يعني ما عندها باش تضر. شوفوا النتيجه معايا كيفاش جا، ما شاء الله. شوفوا كيفاش هانتوما انا كنبرك عليه هو كيتبعني. شتي كيفاش جا سبونج، جا مفشفش بحال السفنج. شوفوا تبارك الله كي جا من الداخل، ماشي مدقص. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.